السلام عليكم ورحمة الله. أنا يوسف AI Automation وسوفت وير اكسبرت. طلب كتير جدا إن احنا نعمل AI agent يact like customer support ويرد على الكاستمرز لو حد عنده اي كوميرس أو بزنس عايز يخلي ال AI agent يرد 24 ساعة على أي حد. احنا هنبني AI agent مربوط بالانستجرام يرد على البيزنسز أو السيرفيس بيست بزنس. احنا النهارده هنبني تمبلت يرد للسيرفيس بيست ويحجز مواعيد. فتعالى نشوف هنبنيه ازاي. أول حاجة هنعمل بروجكت جديد على NSN هنروح هنسميه ديمو. وأول حاجة لازم نعملها هو الويب هوك. والويب هوك اللي مش فاكره، الويب هوك كان اعتبره جاسوس موجود عندك على صفحة الانستجرام او اي بلاتفورم بتستخدمها. ممكن تطبق مفهوم الويب هوك بنفس الطريقة. احنا هنستخدمه على الانستجرام الاكونت بتاعنا، فاحنا هنعتبر الويب هوك دوت جاسوس او شخص قاعد في الانستجرام اكونت دوت منتظر كل حاجة جديدة بتحصل. مثلا كومنت جديد جه على فيديو معين، فاول ما ينزل او يتعمل كومنت ياخد الكومنت دوت ويوديه على السوفت وير بتاعنا الا وهو NetN. لو في مسج جديده جت لنا فهو بياخد المسج ديت ويوديها لك على الورك فلو بتاعك على NetN برضه. فاي حاجه جديده بتحصل هو بياخدها وبينقلها لك. دوت مهمه الويب هوك. تعالى نشوف هنعمل سيت اب للويب هوك دوت ازاي. اول حاجه هنروح على ميتا ديفلوبرز، هنا نروح على ماي ابس، وكل دوت ابس انا عملتها ممكن نمسحها كلها دلوقتي حالا ونبدا على نضيف عشان تبقى عارف هتعمل ايه خالص. يعني على سبميت. طب هنعمل كرييت اب هنا، اديله اسم، سمي مثلا ديمو، يعمل نيكست، انزل تحت خليها من هنا اذر بس نيكست، خلي بزنس وخلي كل حاجه زي ما هي واعمل كرييت اب. وهنا تقدر تستخدم كل حاجه، انستجرام وماسنجر وواتساب، في حتى الماركت بليس ممكن تستخدمه في حاجات كتير جدا. يعني احنا هنستخدم الانستجرام، ندخل على الانستجرام، فعايزين نفتش اي حاجه جديده بتحصل على الانستجرام الاكونت بتاعنا اللي هو الاكونت دوت كلوز مور اي اي. ده اكونت المفروض ايجنسي كنت هبداها وما زلت لسه بخطط فيها، ودوت الويب سايت بتاعنا لسه موجود، كل حاجه بالاي اي، حتى الويب سايت، حتى اللوجو، حتى كل حاجه. فهو دوت الويب سايت بتاعها، بس ما زلنا اندر ديفلوبمنت، يعني لسه مش اوفيشال، بس هنجرب على البيج بتاعتها. نفترض ان انا هخلي الاي ايجنت دوت شغال جوه البيج ديت ونعتبره ريل هيومن ايجنت شغال ليا عشان لو في بوتنشال ليد يكلمهم هم. فهنرجع للداشبورد بتاعت ميتا، وقبل اي حاجه هنروح هنا عند الاب رولز ديت، هندوس على رولز، دوس اد بيبل، خليه انستجرام تيستر هنا، ومن هنا اكتب الاكونت بتاعك كلوز مور اي اي. اختار الاكونت اللي انت عايز الاي اي دوت تشتغل عليه. هتلاقي بيندنج، دوس على ابس اند ويب سايتس في اللينك دوت، هدخلك على الانستجرام، روح على السكشن دوت، دوس على اكسبت، بس كده تمام. نرجع تاني على الاب سيتنجز، وديت خطوه برضو مهمه، روح على بيزك، تلاقيه دخلك على الصفحه ديت. احنا عايزين نحط لينك هنا في البرايفسي بوليسي يو ار ال، حط اي دومين اي حاجه، بس عشان دي خطوه مهمه عشان نقدر نفعل من ديفلوبمنت نخليه لايف، ودوت حاجه احنا عايزينها هنا. فبس كده خلصنا، نخليه لايف دلوقتي. هنرجع تاني على الانستجرام هنا وندوس على اي بي اي سيت اب وذ انستجرام لوجن. هنيجي هنا نعمل جنريت اكسس توكن، نعمل جنريت اكسس توكن، دوس عليها، يقوم اعمل لوجن برميل ميه، دوس على لو وتذاكر اكسس توكن، خليها معاك، اعمل لها كوبي، اعمل لها سيف في اي حته، نعمل مثلا تكست هنا ونعمل لها سيف فيه، نخليه هنا. وديت من اهم الخطوات الكونفيجر للويب هوك. هنرجع على انيتن ونعمل هنا ويب هوك. احنا لازم نعمل حاجه زي مصادقه، او يعني نخلي مصادقه. ديت اسم كرنج جدا، اسم كرنج قوي بجد، انا جسمي اشعر من نفسي. اسمع علينا نعمل حاجه زي يعني نخلي في كونكشن بينهم، يعني نخلي NetN الويب هوك بتاعه يتعرف على ميتا ديفلوبرز، وفي نفس الوقت ميتا ديفلوبرز يأكسبت الويب هوك بتاعنا. المهم من غير دخول في تفاصيل تعالى اقول لك ازاي. هتدوس على ويب هوك هنا وتاخد التست URL وتسيب كل حاجه زي ما هي، بس تغير ريسبوند ديت تخليها ريسبوند تو ويب هوك. دوس عليها، نروح على هنا جيت ديت، او قبل ما نروح خلينا نعمل تيست ورك فلو دلوقتي، ونروح هناك نعمل بيست للويب هوك بتاعنا في الكول باك URL في ميتا ديفلوبرز دي، تخليها اي حاجه. تيست 1 2 3 4، يعمل فيريفاي، ما حصلش اي حاجه وحصل مشكله. طيب وده اللي احنا عايزينه عامه، او لا احنا مش عايزينه قوي، احنا عايزين نحط هنا respond to webhook، وخلي respond with ديت خليها تكست. هنرجع تاني هعمل execute واعمل verify تاني تشتغل. هنا بقى خطوه مهمه، بعد ما اشتغل هناخد الريسبونس دوت، اخدنا الريسبونس من ميتا، هتاخد الهاب تشالنج دوت وتعمل له دراج في الريسبوند بودي او ريسبونس بودي، بس اعمل execute work flow تاني، روح واعمل verify and save، وهنستنى شويه وهيكون كده اتعمل officially، اتعمل له لينك. فاحنا كده الويب هوك بتاعنا او الجاسوس بتاعنا بقى جوه الانستجرام officially. فدلوقتي اي مسج هتيجي هنقدر ناخدها بطريقه كويسه يعني. المهم هنعمل بس الويب هوك سبسكريبشن دوت، نخليه اون عشان نديله صلاحيات معينه. فلما ننزل تحت هنا هنلاقي ان هو ليه صلاحيات للكومنتس، لللايف كومنتس، للمسج اديت، يعني لو في كومنتس جات لك على البوستس هيجي لك، لو في انت فاتح لايف وفي ناس بعت لك كومنتس وعايز الويب هوك دوت يبعت لك الكومنتس
على anything برضه هيعملها. مسج edit لو حد برضه بعت لك مسج وعمل لها edit هيجيب لك الايديت والمسج وهكذا. احنا مش عايزين كل دوت، هيعمل لكله turn off كده، وعايزين نسيب حاجه واحده بس وهي messages اللي هنا دي اللي انا عملت لها برضه turn off بالغلط. يعني هنقفل كله ونسيب messages وكده تمام. بس كده نقدر نروح مثلا نعمل تيست ورك فلو او نشيل دوت بقى خلاص، نمسح الريسبوند دوت، ندخل على الويب هوك ونخليه post request، ال HTTP method دوت نخليها post request، وهنا الريسبونس نخليه immediately. بس دي الحاجات المهمه. هنعمل تيست دلوقتي ونروح على الانستجرام هنا. طبعا انا المفروض اغير الاكونت، اعمل لوج اوت، بدخل باكونت تاني واكلمه، اكلم كلوز مور اي اي دوت، هدخل بالاكونت بتاعي البيرسونال او مش البيرسونال دوت، طيب هدخل بالاكونت بتاعي عامه، اروح على كلوز مور اي اي تمام كده، ندوس على ندوس على مسج، تعالى دلوقتي نبعت اي حاجه، انا عامل تيست، ندوس على مثلا هنبعت له اي حاجه، هنبعت تيست اتعمل ورك فلو اكسكيوتد سكسسفولي. لما ندخل هنا هنلاقي ان انا فعلا اتعمل لي اكسكيوت جاب لي التكست اللي هو التكست اللي انا بعته، وهنا بعت لي السندر اي دي ريسيبيانت اي دي اللي هو انا، يعني هنا انا وانا بس السندر دوت اللي هو بعت الاي دي بتاع السندر، والاي دي بتاع الريسيبيانت اللي هو استقبل اللي هو كلوز مور اي اي او البيج بتاعتنا، ويجاب لنا برضو التكست بتاعنا. فجميل، تعالى نشوف هنعمل ايه بيهم دلوقتي. بس عشان اقول لك على حاجه، انت لو انا رديت، لو انا دلوقتي في البيج بتاعت كلوز مور اي اي ديت ورديت على المسج، الورك فلو برضو هيشتغل. يعني عشان تبقى واضح معاك، دلوقتي هعمل لوج اوت وادخل على كلوز مور اي اي دوت وابعت مسج لنفسي. هنروح هنا واشوف، اقول له مثلا ابعت له اي حاجه، اروح هنا واروح على انت ان بوم، جات لي برضو اللي انا بعته اللي هو اي. بس لو لاحظت ان هو بيقول از ايكو هنا، واز ايكو معناها يعني انت اكيد فاهم يعني ايه از ايكو، اللي هو ايكو يعني صدى صوت، فايكو معناها ان هو انت بتبعت من الاكونت بتاعك. بس ما علينا، يعني شرح عبيط. فاحنا عايزين دلوقتي بس نعمل فلتر، نتاكد اللي اتبعت دوت مش انا، عايز اشوف الناس الغريبه هي اللي بتبعت مش انا اللي ببعت لهم، عشان اكيد هيبقى في مشكله لو انت الويب هوك بيجيب لك المسج اللي انت بعتها برضه، لان الاي اي ايجنت لما يرد عليهم الويب هوك هياخد الريسبونس بتاع الاي اي ايجنت ويبعته لك تاني على الورك فلو، فالورك فلو يشتغل ويبعته على ايجنت تاني، فالاي اي ايجنت يرد على نفسه تاني، فهي لوب ما بتخلصش وهتعمل مشكله اكيد. واحنا عايزين نشوف المسج الغريبه اللي بتبعت لنا. هنعمل اف هنا وناخد ننزل تحت ناخد الحته بتاعت از ايكو، لو از ايكو ديت بترو بوليان از ترو، فاحنا اكيد مش عايزينها، او يعني فاهمني. هنا تشيك، هنسميها تشيك اف از ايكو علشان بحب اسمي الحاجات ديت. يعني لو ترو هنا فانا مش عايز استخدمها، لو فولس يبقى دوت حد غريب هو اللي بعت لنا فهنستخدمها. طب ايه اللي بعد كده؟ هنخلي الاي ايجنت يرد عليهم، الفقره المنتظره. فهنكتب هنا اي اي ايجنتس ونستخدم الاي اي ايجنتس بتاعنا، وهنا اهم حاجه السيستم برومبت، هندوس اد اوبشنز وندوس على سيستم مسج، وهنا هنكتب البرومبت بتاعنا. طب هنكتب البرومبت بناء على ايه؟ مثلا انا هخلي البرومبت يشتغل، يعني انا قلت ان هو هخلي ايجنت دوت يشتغل للشركه بتاعتي او الايجنسي، فهكتب برومبت يليق على الشركه ديت وهوريه لكم دلوقتي. ده السيستم برومبت، خلينا نقول سيستم برومبت كلوز مور اي اي. ده السيستم برومبت حلو، تعالى نفهمه واحده واحده. بقول له you are customer support moderator for Instagram account of Closmore AI an AI automation agency. قلت له انت كاستمر سبورت شغال في انستجرام اكونت بترد على الناس، والصفحه دي خاصه ب AI automation agency. You reply in professional Egyptian Arabic only. هخليه يتكلم مصري بطريقه كلير سيمبل وفريندلي، وفي نفس الوقت ناتشرال، نو فصحى ووردز او يعني كلمات فصحى. انا عارف ان الموضوع غريب اللي انا كاتبه دوت، بس انا مش عارف معنى فصحى بالانجليزي فكتبتها فصحى، يعني ليتحدث يمكنك من خلالها كده، يعني يتكلم بطريقه مصريه فاهمني. حاول to keep answers short and let conversation flow naturally. Don't give all info in one sentence. يعني ما يقولش كل حاجه مره واحده. يعني انا اقول له مثلا انتوا ايه الشركه بتاعتكم ديت، او بتتكلم الشركه ممكن تساعدني في ايه، او الاي ايجنت بتاعته ممكن يساعدني في ايه، ما يرسلوش جمله طويله، بالعكس ممكن يقول له مثلا انت شركتك عن ايه، يفتح كونفرزيشن يقدر يقفلها بعدين، انه يخليه ياخد اكشن. يعني بعد ما يقول انت ممكن تفيدني بايه في الشركه بتاعتي، ما يقولوش والله احنا اصلا الشركه بتاعتنا بتساعد الشركات ان هي تزود ربح، اي ايجنت تشتغل 24 ساعه بلا بلا الكلام دوت، لانه بديهي هيقول حاجات هو مش عارفها، لانه ما يعرفش اصلا البيزنس بتاع الراجل دوت. فممكن يساله البيزنس بتاعك عباره عن ايه عشان اعرف اساعدك، الراجل يقول له البيزنس عن كذا، فالاقي ايجنسي يقول له حلو ممكن دوت يساعدك في ان انت تبليس اوردرز 24 ساعه حتى وانت نايم، من غير ما يكون عندك موظف واحد بس. وهكذا في حاجات كتيره جدا ممكن نتكلم فيها في السيستم بروم دوت ونعدل عليه. بس طبعا كاتب حاجات واحده واحده، يعني على الاقل الام في بي بتاعه يشتغل واحده واحده.
الرولز ديت ال frequently asked questions. لو حد سألك أنا مش لو حد سألك عن الأسعار قُل له أنا مش عندي تفاصيل، قُل له لو أنت تحب تحجز مكالمة مع يوسف عشان يشرح لك أكتر، بعد كده استنى الreply بتاعهم. لو سأل إنه يbook call directly أو لمّا سأله إنه عايز يحجز مكالمة فقال ماشي، ممكن أعرف اسمه، الإيميل بتاعه، بعد كده عايز أعرف الgoal بتاعه من الmeeting وأعرف الوقت المناسب ليه. حاجات أساسية جدًا. بعد كده هنستخدم Google Calendar عشان نعملها. طبعًا Google Calendar مش أحسن حاجة، ممكن أمسح الحتة ديّة أو أغيّر فيها. ممكن أغيّر فيها، هاقول لك حاجة دلوقتي. ممكن أخلّيها return JSON with the name, email, goal, time, day, time after collecting these infos just only the JSON. فقُلت له بعد ما ياخد الinformation ديّة رجّع JSON في الname والemail والgoal والday علشان آخد الJSON دوّة بعدين أعمل له insert في Google Calendar. جميل. الtone يخلّيها professional وديّة الfrequently asked questions لو حد سأله بياخد قد إيه عشان يتضبط على الbusiness، أو بيفهم الvoice notes والملفات والPDF والّا لأ، يقدر يحجز مواعيد أو أوردرات والّا لأ. بعد كده اديت له شوية information about Close AI. قُلت له Close AI بتعمل AI agents شغالة 24 ساعة بلا 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 الكلام دوّة. بس هناخد الprompt دوّة ونروح حاطينه في الsystem prompt بتاعنا دوّة. كده يعتبر خلّصنا تقريبًا نسبة كبيرة. هنروح على الchat model وديّة برضه حاجة مهمة، نستخدم open router. أنا باحب أستخدم Gemini 4o. باستخدم قصدي باحب أستخدم GPT. أنا باحب أستخدم GPT 4o mini. باحب الmodel دوّة جدًا. ممكن تستخدم حاجة free زي DeepSeek. اعمل search هنا على DeepSeek وهتلاقيه free مكتوب جنبيه free. وبس كده خلّصنا. في الmemory ممكن نحط حاجة زي simple memory، حاجة مش هتاخد وقت إن إحنا نعمل لها setup. جميل. هنعمل if ديّة نشغّلها أو نبعت حاجة تانية. هاعمل log out تاني وأدخل على الaccount اللي أنا عايز أtest منه، أبعت منه للpage بتاعة Close More AI. هادخل على الaccount التاني هنا وأبعت له أي حاجة عشان نtest الAI agent دوّة بيرد إزاي. نعمل save، أبعت له أي حاجة دلوقتي تاني SSSS تمام. اشتغل تمام بس الAI agent فيه مشكلة. طبعًا فيه مشكلة عشان في حاجات كتيرة جدًا ما حطيناهاش، بس أنا كنت عايز أشغّله الأول. هنعمل connect chat trigger دوّة نخلّيها define below، وهننزل تحت هنا عند الtext نحطها هنا، ودوّة هنا الtext اللي إحنا بعتناه بنديه للAI agent عشان يرد عليه. ده الtext اللي هو جالنا من العميل يعني أو الشخص اللي كلمناه. وهنا في الsimple memory برضه هنخلّيها define below وننزل تحت عند الsender ID نحط الID بتاعه بحيث إن هي حاجة تكون unique. الAI agent بيكلم الشخص دوّة، الشخص دوّة ليه ID، في شخص تاني بيكلمه ليه ID تاني مختلف. بس الاتنين مختلفين فالاتنين مختلفين عن بعض. فالAI agents يعرف لمّا ييجي يشوف الmemory بتاعته أو الchat memory يعرف يفرّق بين دوّة ويفرّق بين دوّة، لإن دوّة ليه ID ودوّة ليه ID. فإحنا بنستخدم الID عشان الAI agent يعني يعرف يفرّق بينهم ويتذكّر الhistory أو الhistory chat بتاعه هو وكذا حد تانيين مختلفين. هنخلّي الcontext دوّة 20 عشان تكون أطول بشوية. الcontext دوّة عدد الرسايل اللي هو بيفتكرها في الchat، يعني 5 ديّة بيفتكر آخر 5، فإحنا عايزين نطوّلها شوية يعني. كده تمام المفروض. هنعمل run تاني، المفروض إن هو كده اشتغل تمام. هنشوف الoutput بتاعه بيقول له مرحبًا هل يمكنني مساعدتك؟ أعرف إزاي أقدر أساعدك؟ طريقته غريبة شوية بس تمام هو بيرد. ناقص آخر حاجة إن إحنا نخلّيه يرد هنا على الإنستجرام. وعشان نعمل كده هنرجع تاني على meta dashboard. هنعمل API integration helper دوّة هندوس عليه وننزل تحت شوية. محتاجين الaccess token. طيب هنرجع نجيب الaccess token من هنا، هاتها وحطها في الaccess token هنا. اعمل validate، اتعمل له validate تمام. اعمل copy للcurl دوّة، ده اسمه curl أو سميه زي ما بتسميه، في ناس بتنطقه بطريقة مختلفة بس هو curl يعني. اعمل copy وروح على init بعد الAI agent دوّة دوس عليه واكتب http request وهنا import curl دوس عليها. اعمل paste اللي أنت أخدته دوّة import وكل حاجة جاهزة تمام. أنت بس هتغيّر هنا تخلّيها expression وتغيّر hello world ديّة وتخلّيها بالoutput بتاع الAI agent، ودوّة الresponse اللي هو الAI agent جابه فإحنا بنحطه يعني عشان دوّة يكون response. لو سِبت hello world فهو كان هيرد بhello world كل مرّة يعني، فإحنا عايزين نحط الرد بتاع الAI agents يعني منطقي. مش عارف حاسس إن أنا باشرح بطريقة غريبة يعني. طيب بعد ما نخلّص وهنا الID هنغيّر الID برضه، نمسحه كده وأروح على الAI agent دوّة نروح على الwebhook نغيّره من AI agent لwebhook. الID هنخلّيه الID بتاع الsender عشان اللي بعت لنا عايزين نرد عليه. هنغيّر بس هنخلّيها expression وناخد الID بتاع الsender ونحطها هنا كده. بس كده كل حاجة تمام جدًا، ما فيش أي خطأ ممكن يحصل. هنرجع للإنستجرام نعمل test workflow ونبعت نقول له ممكن أو الAI agent ده ممكن يساعدني في إيه؟ نستنى الرد بتاعه. الAI agent ممكن يساعدك في حاجات كتير زي إنه يدير محادثات على واتساب وإنستجرام، يرد على استفسارات العملاء، يحجز مواعيد ويعمل أوردرات. ممكن تقول لي أنت محتاجه عشان أنت محتاجه تقول لي محتاجه عشان أساعدك أكتر.
اوكي تمام. ممكن نجرب حاجة تانية. اقول له مثلا بيقدر يرد على 30 رسالة في نفس الوقت، ما يستنى يرد علينا. تمام، انا مسحتها كنت هبعتها تاني، هو رد عليا. ايوه، الاي ايجنت يقدر يتعامل مع عدد كتير من الرسائل في نفس الوقت، عشان كده هو سريع وفعال جدا. هناديك رسالة تاني وهكذا. هو خلي بالك، هو انا مسحت المسج وجاي ابعتها تاني علشان بس انت عامل، وانت عامل تيستنج، وانت بتعمل تيستنج خلي بالك ان انت بتقعد تتعامل مع هتعمل اكسكيوت ورك فلو، بعد كده يشتغل معاك، بعد كده لما تيجي تعمل اكسكيوت ورك فلو تاني هتلاقيه بيشتغل على حاجه كانت حصلت قبل كده، فهتلاقي الاكسكيوت دوت ما اشتغلش وهتروح تضطر تعيد تاني. فوانا بعيد تاني اشتغل على الرساله اللي أنا مسحتها. الموضوع لفه غريبه كده، بس ما علينا. ده هينتهي بعد ما نعمل نخليه يعني حقيقي او في البرودكشن. طبعا ديت طريقه كلامه، بيتكلم بالطريقه ديت، ما عنديش مشكله، جميله كويسه. بس طبعا ده مش دوت اللي انا بديه للكلاينتس بتوعي، ده بس حاجه زي كونسبت. ده بالنسبه لي اديله 3 من 10 4 من 10. لكن الفكره في ان انت بقى تقعد تعدل فيه في حته السيستم برومبت. انا لما اقول له دلوقتي ان انا عايز احجز، هيبعت لي الجيسون، بعد كده الجيسون دوت هحطه على انت ان هبقى بعد كده الجيسون دوت هحطه، فاخد الفاليو بتاعته واحطه على جوجل كالندر او جوجل شيت او اي حاجه. انا بانسرت الداتا اللي هو بيرجعها لي، وقعدت اتعامل مع الورك فلوس. بس ده كان مجرد كونسبت، وانا بربط الاتنين ببعض ان ان بانستجرام عشان الموضوع يكون ابسط بشويه. في ناس ممكن تبعت فويس نوتس، وديت انا بديهي بعملها، ودوت لو انت قعدت تتطور فيه شويه هيبقى كويس جدا. الفكره كلها في السيستم برومبت بتاعك. طب تعالى نخلي الموضوع بدل ما نقعد نخليه اكسكيوت ورك فلو يشتغل، تعالى نغيره للبرودكشن. هنروح هنا ناخد البرودكشن ونخلي ديت اكتف، ونروح على هنا تاني، نروح على اي بي اي سيت اب وذ انستجرام لوجن تاني، وهنروح على كونفيجر ويب هوكس ديت، وبدل ما كان هو تيست ورك فلو هنغير ديت كده نخليها البرودكشن. بس لازم نرجع ونعمل نفس الخطوات. هناخد الويب هوك دوت ونخليه جيت ميثود، و immediately هنخليها respond to web hook، ونحط هنا respond web hook node تاني نخليها text. وهنروح على executions هنا عشان مش هتلاقي، يعني عايزين نشوف respond اللي هجيلنا، عشان مش هتعرف تشوفه من البيج العاديه اللي هي الايديتور ديت، لازم تشوفها من الاكسكيوشن طالما عملته اكتف. طيب نروح دلوقتي نعمل فيريفاي، نروح هناك استنى هيظهر حاجه جديده هنا فوق ديت اهيت. هيحصل هيبقى في مشكله فيها، او يعني مش هي هيبقى في مشكله، هي كده دلوقتي ما اشتغلتش لسه. وعشان اشغلها هناخد اللي هنا في الويب هوك دوت، هناخده كوبي، نروح على الايديتور وندخل على الويب هوك دوت وندوس على علامه القلم ديت، ونشيل كل دوت ونعمل بيست اللي احنا اخدنا كوبي. نعمل سيف ونروح على ريسبوند تو ويب هوك نود ديت، وننزل عند الهاب تشالنج ونحطها في الريسبوند بودي ديت. كله كده تمام. اعمل دوت ورايا وهتلاقي كل حاجه زي الفل. اعمل انبن للداتا من على الويب هوك عشان كل حاجه ترجع طبيعي. هنروح نعمل فيريفاي تاني، والمفروض انه كده هيكون اشتغل خلاص الى ما لا نهايه او حاجه زي كده. يعني المفروض انه كده اشتغل خلاص. شيل الريسبوند ويب هوك، رجع كل حاجه زي ما كانت، اربطه بالفلو الويب هوك دوت، ادخل عليه خليه HTTP ال HTTP method نخليها post، نخليه immediately بدل respond to webhook، وكده هيكون اشتغل خلاص. مش محتاج تقعد تدوس على ال execute workflow. قول له مثلا دلوقتي ممكن ترد عليه تقول له انا عندي محل او متجر الكتروني ببيع أحذية، ممكن يعرف المقاسات بتاعة العملاء. المفروض ان هو يرد عليه دلوقتي من غير ما ادوس execution. رد عليه فعلا. ايوه الايجنت يقدر يرد على الاستفسارات بشكل طبيعي بلا بلا بلا. ممكن اقول له مثلا طيب انا عايز اعرف سعره، استنى ارد عليه كل ده من غير ما ادوس اكسكيوشن. انا مش عندي تفاصيل الاسعار، تحب احجز المكالمه مع يوسف؟ بوم، خلصنا الاقي ايجنت بتاعنا وكل حاجه تمام دلوقتي اشتغلت كويس. لو عندك اي استفسار او عايز اساعدك في حاجه او في مشكله وقفت معاك، ممكن تكتب لي في الكومنتس تحت وانا هرد عليها في الفيديو اللي جاي. وبس كده، ده كان الفيديو ازاي تربط انستجرام بالنتن بتاعك وتخلي ايجنت ترد عليهم. اتمنى انه يكون افاد ناس كتيره جدا واداهم دفعه ان هم يبداوا حاجه كويسه جدا، وعرفهم خطوات هم ما كانوش عارفين يبداوها. بس اتمنى الفيديو ده تكون فعلا مفيد ليكم. وبس كده، سلام.